السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم جيت باش نشارك معكم واحد الصباغة طبيعية للشعر باللون الأشقر اللامع. داك الأشقر اللي كيكون فيه واحد البريونس وتيكون زوين بزاف، كتكون فيه واحد اللمعة رائعة. والجميل في هاد الصباغة ديال الشعر أنها كتستقبل الاستعمال الأول، يعني ما غاداش تضطري باش تعاوديها إلا درتيها بنفس المكونات الطبيعية. يعني ما غادي تحيدي حتى مكون ما تنقصيه، ولكن راه مكونات تقدر تكون عندك في المنزل كلها مكونات طبيعية، ما فيهاش مواد كيماوية، ما فيهاش مواد حافظة، زوينة بزاف. يعني غادي ديريها لشعرك، غادي ترجع لك الشعر ديالك الا بغيتيه يكون اشقر لامع، اللي كيكون فيه واحد البغيونس زوين بزاف، وكتعطيه حتى الفوليوم، ما كتنشفوش بحال الصباغات الاخرى، وكتخليه يكون رطب. علاش؟ لان هنا غادي نديرو فيها واحد المكونات اخرى اللي تنعيم الشعر وباش تحيد منه القشره. وهذا بخاخ تقدري ديريه او ديرو اي بنت كيف ما كان اللون ديال الشعر ديالها، تقدر ديرو من بعد هاد الصباغه باش يكون الشعر فيه واحد اللمعه. ولا حتى كاع الا ما درتيش هاد الصباغه تقدري ديري غير هاد البخاخ، وهو من عشبه وحده وما كيتغسلش، وكيعطيك البريونس اللون ديال شعرك مهما كان هاد اللون اسود بني كيف ما كان، كيعطيه واحد اللمعه زوينه بزاف. بعض الخطرات كيكون الشعر ديالنا زوين بزاف، ولكن كيكون غامق، كيكون اللون ديالو ما فيش واحد البريونس، ما فيش واحد الحيويه. هذا الرشاش راه زوين بزاف. غادي تشوفوا معايا المكونات ديال هاد الصباغه الطبيعيه باللون الاشقر وهاد ديال هذا الرشاش. ولكن قبل ما ندوزو لهاد المكونات، بغيت البنات يديروا لي لايك بزاف لهاد الفيديو باش يبان اكثر. اما بالنسبه للوصفه ديالنا الرائعه زوينه بزاف، الا درتوها غادي دائما تبقاو ديروها. البنات اللي بغاو بالطبع اللي بغاو يصبغوا الشعر ديالهم باللون الاشقر غادي تبقاو دائما ديروها، وغادي تخلصوا من ديك الصباغه الكيماويه اللي هي راها عندها مضار كثيره. المكون الاول كما كتشوفوا هو البابونج. البابونج راه زوين بزاف. انا عندك دائما كناخذ منه كميه كثيره، عندي اكثر من هاد القنينه راه عامره، وعندي واحد الكميه اخرى ديال هاد البابونج. علاش كنستعملوه؟ ماشي في هاد الوصفه بوحديتها، هنا استعملت 2 ملاعق كبار ديال البابونج. غادي نزيد عليه تقريبا واحد نصف كاس بقياس العنبه اللي هو هذا الكاس الصغير، وغادي نديرو فوق نار هادئه. فاش يبدا يتبخ غادي نخليه واحد 5 ديال الدقائق حتى 7 ديال الدقائق صافي، راه كافي باش غادي يطلق دوك المكونات ديالو. هاد البابونج قلت لكم انا كنديرو مستحلم، تندير ملعقه صغيره كنعمر عليها كاس ديال الماء بقياس العنبه، كنضيف عليها الماء اللي كيوصل لدرجه الغليان. ملعقه صغيره غادي نضيف عليها تقريبا كاس ديال الماء بقياس العنبه، وغادي نغطيها ونخليها واحد 10 ديال الدقائق حتى كيبرد، كنصفيه وكنشربو. كما كندير دائما فاش كنكون نعطيكم وصفات، كنعطيكم وصفات صحيه اخرى ضمن الوصفات الاساسيه اللي انا كنكون بغيت ننزل لكم. من بعد غادي ناخذ هنا واحد الملعقه كبيره ديال مايزينا ولا ديال النشا، وغادي نضيف عليها 2 ملاعق كبار ديال الكركم او الخرقوم. تبعوا معايا هاد المكونات كاملين، رغم انهم بساط كيعطيونا واحد اللون رائع، ولكن راهم مكملين ديال بعضياتهم. يعني ضروري ما ديري هاد المكونات اللي غادي ندير انا كاملين وبنفس المقادير. الا بغيتي واحد الكميه تكون اكثر يعني دوبلي المقادير كاملين. ملعقه كبيره ديال النشا، ضفت عليها 2 ملاعق كبار ديال الكركم، وغادي نضيف عليها ملعقه صغيره ديال القهوه، ولكن هنا عندنا القهوه سريعه الذوبان. هاد القهوه سريعه الذوبان راها زوينه بزاف بالنسبه للشعر.
يعني الا غير خدينا هي هكذا واحد الملعقه ملعقه صغيره ودرناها في ديك الكميه ديال الشامبوان اللي حنا كنبغيو نديرو للشعر ديالنا باش نغسلوه، ضفنا عليها شويه ديال الماء وخلطناه مزيان وغسلنا بها. راه كتحيد لنا داك الحبوب اللي كيكون عندنا في الراس. كيكون عند واحد الحبيبات صغار كيكون عندهم حبيبات صغار، وفاش كيحكهم كيتجرحوا وكتحيد لنا القشره. من بعد غادي نضيف هنا بيضه كامله. الا ما بغيتيش تضيفي البيضه كامله، ضيفي 2 ديال الاصفر ديال البيض. هاد الكميه كما عطيتكم غتحتاج اما بيضه كامله واما 2 ديال الاصفر ديال البيض. الا كان الشعر ديالك خشن بزاف، من الاحسن قلت لكم هاد الوصفه تكون هي صباغه بالاشقر، وتكون كتحيد لنا بعض الاشياء بحال الحبوب، بحال ديك الحكه اللي في الشعر والقشره، وتكون في نفس الوقت تكون مرطبه. الا كان الشعر ديالك ناشف بزاف وحرش، من الاحسن انك ديري 2 ديال صفار البيض. اما الا كان ناشف غير شويه او عادي، ديري 1 ديال البيضه كامله. من بعد ما خلطت هاد المكونات غادي نضيف عليهم مكونات اخرى. غادي تشوفوا بان هاد الوصفه المكونات ديالها كاملين كلهم زوينين للشعر. وإلا ربما حسيتوا بان شي مكون ما زوينش كما تنقول لكم دائما، دخلوا لجوجل وكتبوا الايجابيات للشعر والسلبيات، وغادي تشوفوا النتائج والمكونات ديال هذاك المكون اللي نتوما كنتو شاكين فيه. هنا خديت ديك الكميه ديال البابونج اللي خليتها انا غير 5 ديال الدقائق. من بعد ما غلات فوق النار خليتها 5 ديال الدقائق كتطبخ على نار هادئه. غادي نصفيها بهذه الطريقه باش تعطيني جميع داك الماء ديالها. هاد البابونج راه زوين بزاف. بنفس الطريقه غادي تاخذي هنا 2 ديال الملاعق فقط، 2 ديال الملاعق كبار. وبنفس الطريقه اللي درنا البابونج غادي نخدموا هاد الوصفه وغادي نخدموا واحد البخاخ اخر. هنا غادي تضيفي البوغ د كاريتي. من الاحسن انك تضيفي البوغ د كاريتي. الا ما عندكش ضيفي هاد الزبادي المسوس، يعني اللي بدون سكر. انا هنا بغيت نضيف البوغ د كاريتي، ولكن غادا نضيف اليوم ما نضيف البوغ د كاريتي، غادي نضيف هاد الزبادي لانه هو رخيص ب2 دراهم، وفي نفس الوقت تيقدر يكون تقريبا عند الناس كاملين حتى في الدار. يعني يقدر يكون عندك في المطبخ حتى لا ما كانش، ما غاداش تضطري باش تشري البيغ د كاريتي ب20 درهم. استعملي غير هاد الزبادي اللي كيكون بدون سكر. اما الا كان عندك البيغ د كاريتي من الاحسن يكون تستعملي البيغ د كاريتي. غادي نخلط مزيان هذوك 2 ديال الملاعق ديال المستحلب او ديال الماء ديال البابونج، الماء اللي طبخت فيه البابونج غادي نخلطهم مع 2 ديال الملاعق ديال الزبادي بدون سكر او الياغورت. وغادي نضيف المكون الاول على المكون الثاني كيف ما شفتوا، وغادي نخلط مزيان. عندنا الكركم والبابونج كيعطي واحد اللون رائع، كتساعدهم ديك القهوه سريعه الذوبان، وفي نفس الوقت تتحيد لينا القشره، كتحيد لينا الحبوب اللي كيكون في الراس، وكتحيد لنا ديك الحكه. الياغورت كيرطب، البيض بروتينات للشعر. المكون اللي ضروري ما نديروه وهو راه ما كيخسر للشعر والو، ما غاديش ينشفو، غندير منه واحد الكميه اللي هي قليله. هذا مثبت ديال اللون، وكيعطي حتى هو كيزيد داك البغيونس، كيزيد داك اللمعان، كيساعد البابونج باش يعطيونا الشعر تكون فيه واحد اللمعه زوينه بزاف. تيحيد القشره نهائيا من الفروه ديال الراس. ضروري من خل التفاح، يعني ما تعوضيه لا بالخل الابيض لا بالخل البني، وما تعوضيش بالعصير ديال الليمون الحامض. هاد الخل راه رائع، خل التفاح. بزاف ديال البنات كيقولوا لي وصفات ديال القشره اللي كتكون في الفروه ديال الراس. وخذي غير فاش تبغي تمشي تدوشي، قبل ما تدوشي وتغسلي شعرك بواحد نصف ساعه، دير الفروه ديال الراس كامله وديري لها خل ديال التفاح، خليها واحد نص ساعه
وسيري غسلي. راك بحال كنتي كتكذبي بالنسبه للقشره وبالنسبه لديك الحكه اللي كتكون في الراس ديال الانسان. كتكوني كتحكي بزاف ولا عندك القشره، ديري خل التفاح وتفكريني. هذه هي الوصفه ديالنا، وصفه رائعه زوينه بزاف. الغالي فيها فقط هو بيغ د كاريتي. الا ما كانش عندك ديري الياغورت. مكونات كاملين يقدروا يكونوا في المنزل، ما غاداش تضطري باش تشري شي حاجه غاليه. وحتى الطريقه ديال الاستعمال ديالها سهله بزاف. شعرك ماشي ضروري انه يكون نقي، لا، ماشي ضروري يكون نقي. ياك تكوني غاسلاه بيومين 3 ايام ماشي مشكل. غادا ديري هاد الصباغه الطبيعيه، ديريها خصله بخصله شعرك كاملو، وتخليها قد ما خليتيها قد ما كيبان اللون بزاف. خليها 2 سوايع 3 سوايع 4 سوايع. شعرك ما غادي واخا تباتي بها ما فيها حتى شي حاجه اللي غادي تضر شعرك. ومن بعد هاد البخاخ راه رائع كيف ما قلت لكم. تستعمليه واخا تكوني دايره هاد الوصفه، واخا ما تكونيش دايراها، واخا تكوني دايره هاد الصباغه الطبيعيه ولا ما تكونيش دايراها. الشعر ديالك بني ولا اسود ولا اشقر، المهم هاد البخاخ راه كيعطينا غير ديك اللمعه، كيعطينا داك البريونس، كيولي الشعر كيبان بان فيه حيويه. بغيتكم انكم تجربوا هاد الصباغه وتجربوا هاد البخاخ وترجعوا لي في التعاليق تقولوا لي واش عجبوكم ولا لا. ونتمنى انهم يعجبوكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.